يا مساء الخير على أحلى عيلة. وحشتوني جدا. النهاردة بقى جاية لكم فيديو مليان أسرار وتركات كده وحاجات جميلة. تابع الفيديو للآخر عشان تعرفي اللون الحلو ده كان إيه أسراره، مع إن حاجة بسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين لون بجد قمر قمر كده. كان هايلايتس ووحدنا لها لون شعرها، هنشوف شعرها دلوقتي. واللي بتصور دي كانت بنوتة جميلة كده، بشكرها جدا على شطارتها لأن هي اللي عاملة اللون. وكانت في كورس برايفت وما شاء الله مطلعة نتيجة هايلة جدا جدا، حتى الموديل كانت فرحانة قوي وطلبت عادي ان احنا نصورها بوشها، مفيش مشكلة. زي ما احنا شايفين كده كان قدامنا الشعر تعدد ألوان، يعني جزء بني وجزء أسود وجزء من تحت فيه زي عسلي، لون عسلي قديم. أنا طبعا كنت مستعجلة فما كنتش مصورة قبل وأنا فاردة الشعراية. هنا بقى رانيا الجميلة كانت بتشتغل الخصلات، بتزجزجها وبتشتغل هايلايتس للشعر. كلنا عارفين المعايير بتاعة الهايلايتس. لو هنجيب باودر أبيض علشان الباودر الأبيض بيكون هادي شوية، وهنجيب معاه أكسجين 30. هنا جبنا 30 علشان نوحد اللون، كمان كان لون شعرها من فوق غامق. يعني كان رقم 2 تقريبا، فكنا محتاجين أكسجين يكون الفوليوم بتاعه عالي شوية. زي ما انتوا شايفين كده زجزجنا الشعراية واخدته بتبعد عن الجذور. ما شاء الله بحرفية، مع انها كانت اول مرة تعمل خصل، وكانت شاطرة واجتازت الكورس بكل نجاح. اتمنى لها التوفيق والنجاح لكل البنات اللي بديهم كورسات. فرصة كمان انت تعلمي معاهم وشوفي الطريقة. انتوا اللي طلبتوا ان انا اقول لكم بالتفصيل وقلتوا لي احنا عايزين التفاصيل بالظبط، معاكي التفاصيل اهيت، انا مش ببخل عليكي باي معلومة. طبعا زي ما احنا شايفين كده بتطبق الورقة بكل حرفية، بالراحة كده، بدون ما يعني من نضغط جامد على الخصلة علشان البودرة بتاعتنا ما تطلعش لبره. وهنا بنبدأ من حرف الخصلة ومن الحرف التاني ونبتدي نقفل الورقة بتاعتنا بالشكل ده. عايزه انصحكم كام نصيحه كده يا بنات وانت بتشتغلي بالبودره. يا ريت معايير البودره بتاعتك تكون على الميزان، افضل بكتير من انك تخلطيها انت بايدك. بالظبط انا ممكن اكون عارفه الخلطه كويس قوي، بس حته تقيله وخفيفه، والمعايير تكون افضل كتير لو انت عملتيها على الميزان. وتحاولي تظبطي ايدك زي ما الجميله دي كده ظابطه ايديها وعامله خصله بخصله بكل يعني شطاره ما شاء الله عليها. الموضوع مش صعب ابدا، فيكي تبدأي حلمك وتعملي مشروعك وكل حاجة. والمدة ما بتكونش قصيرة ابدا، يعني 3 ايام و4 ايام ده مش وقت قصير ان احنا نتعلم كويس، بس نشتغل على نفسنا. يعني ممكن نشتغل في القرايب الاول، ونشتغل مثلا ندرب ايدينا كده، وبعد كده ايدك هتشتغل كويس جدا، وهتلاقي نفسك مجرد ما عملتي مرة واحدة بس ايدك هتاخد على الخصل بكل بساطة، او على الهايلايتس، لان دي الالوانات اللي بتكون مطلوبة ومعظم الناس بتيجي تطلبها. بس اهم شيء استخدمي حماية كويسة، اي نوع ترميم يكون عندك. انا هنا طبعا كنت بقول لها على غلطات عندها، فهي كانت بتبص لي وتقول لي غلطت في ايه. هي ما غلطتش حقيقة، بس كنت خايفة ان هي تكون الورقة سحبت منها، يعني ما بحبش ان انا ابعد قوي عن الجدر بتاع الشعراية. طبعا انت المفروض بتحطي معاكي حمايه زي ما اتفقنا، ويا ريت الحمايه بتاعتنا تكون اي نوع من انواع الترميمات اللي لونها ابيض، او حتى لو لونها اصفر بس يكون ترميم مضمون. ودايما لما تعملي الخصل يا ريت تطلعي من كل خصله اكبر قدر ممكن عشان يبان الزجزاج الجميل اللي هي عاملاه ده. وفي نفس الوقت كمان على حسب طلب الكلاينت، هل هي عايزاه عريض ولا رفيع ولا متوسط. ويا ريت نكتر قوي في الخصل، ما نخليش خصل بسيطة علشان نقدر ندي الفواتح للشعراية بدون اي ارهاق. هي خلصت قدام، بدأنا من قدام لورا علشان خاطر عايزة القدر الكبير في الخصل كانت من قدام، من ورا ما كانش كتير وكنا معرضين من ورا، فكان الموضوع معانا على بناء على طلب الكلاينت. هنا الشعرية من ورا كانت قصيرة شوية فهي كانت متلخبطة، بس عادي نشتغل اي شعر ونخلي بالنا. الخصلة اللي سحبت دي انا وريتها لك دلوقتي اهي، علشان خاطر في تركاية مهمة قوي نقدر نعملها للخصلة لو سحبت منك وعملت بقعة. هقولك على حاجة، تقدري تجيبي رقم 4 أو 3 وانتي على الحوض وتخلطيها بشوية من أكسجين 20% وتحطيها على البقعة اللي حصلت دي، علشان ما يحصلش معاكي أي مشكلة في الشعراية. يا ريت كل التعليمات دي يا بنات اللي أنا بقولها لكم في الفيديو تكونوا مدركين ان انا بقولها لكم بكل صدق وبكل امانه، ومتبرعه بيها ليكي علشان خاطر تكوني انت افضل شيء. تاني حاجة،
في تريكايه مهمه جدا جدا في اخر الفيديو هقولك عليها، عايزاكي برضو دي تعمليها من فضلك. وكمان عايزاكوا تشتغلوا، ومش ان انا بطلع كل الاسرار بره زي ما انتوا بتقولوا، لا يعني انا بطلع اكبر قدر ممكن للناس الفاهمه. ست البيت طبعا مش هتقدري تعملي الحاجات دي لازم متخصصه رانيا الجميلة، علشان خاطر الخصلات اهلا مش بيكي يا بالسهل. حبيبتي، زي نورتيني ما احنا طبعا. شايفين وشها كله كان سعاده كنت كده عايزه اعرف وانبساط، رايك في الكورس يا رانيا، انت علشان اخدتي معايا هي كورس الثبات. بصراحة بتشتغل تسلم ايدك، وحاسة وحاسه ان ان انا الدنيا جاية معاها كأني اسهل محظوظة، بكتير. ما مش عارفة اي حاجة خالص بجد. هنا كانت بتتكلم يعني وبتقولي علمتني بجد انا كل مش حاجة، مصدقه ان انا تفاصيل عملت الالوان، درجات، الالوان كل حاجة بكل الحقيقة البساطه فظيعة. اللي انت اتعلمنا عملتيها دي، المعادلات، انا عارفه ان انت كنت برايفت وان مش مصدقه ان بعد وكنت يومين تقدر جايه تشتغل فعلا عملي ما اعرفش بالشكل يعني ايه ده، معادله اصلا، وكانت يعني ما بتحلف اعرفش ايه الارقام وبتقسم اللي جنب بجد. بعض دي، وحياه كنت ربنا هنزل فعلا لكم هي الريفيو فهمتني بتاعها النظام بس ده قلت ازاي، خلاص واكون معادله لوحدي واضح ازاي، قدامكم واقسم وواضح المعادله من ازاي بما يرضي الله. الحقيقه تعبيرات كان فظيع. وشها كان ان في هي ما صبر شاء على الله الاسئله ان انا مبسوطه اه لا اي وشها اجاوبك بصراحه على عليه. اكمل وجه. بصراحه يعني انا تعبت جدا في هنا حوار بقى بعد ما المعادله ده، هنخلص لان ما الخصل كنتش فاهمه هنروح يعني ايه نجيب لونين معادله بس، يعني واطرح ايه هنجيب واقسم رقمين على ايه. ولا هنلعب اي بجد حاجه، تعبتها جدا، بس بس هي خدت نفس رقم 3 ايام اساسي برضو يا والرقم رانيا اللي كانوا فوق كافيين الانعكاس ان اللي انت تقدري هقولك عليه تتعلمي تشتغلي فيهم بيه ثباتات هيطلع صح. معاكي احلى اه لون. طبعا مع وممكن حضرتك تعمليه اكيد. على حبيبتي قاعدة وحياة اللون تسلمي. ربنا بس انا اخدت كورسات قبل هيديكي كده كتير درجات حلوة جدا. بس لو وكلها عملتيه اونلاين، كلون ما كنتش واحد فاهمه اي حاجه. انا تقدري كاني جايه تبدأي من تحت زيرو لفوق، معلومه، انا يعني مش من فعلا فوق بقيت لتحت. اسمع حاجات انا اول مره اسمعها. ليه؟ علشان حبيبتي الجذور بتاعت بالتوفيق يا الشعر رب، بتسحب ومن بسرعة نجاح جدا، لكن لنجاح، احنا هنا وهنشوف استغلناه النتيجه عادي بعد من فوق شغلك لتحت، كده لان ونشوف. احنا معانا ربنا خصلات يخليك. وفي نفس الوقت كنا عايزين نشتغل بالطريقة دي. جبنا 7 في رقم 7 أساسي، وجبنا 8.71 7 أساسي يعني أشقر متوسط، وجبنا كمان اللي هو 8.71 أشقر فاتح جدا أو أشقر فاتح شوكولاتة رمادي. بس خلطناهم مع بعض مع أكسجين 20 عشان اللون ما يديناش أورنج، يعني ما تروحيش تخلطي لي مع 30. وهنا طبعا كنا بنساعدها ان في حد ماسك لها الشعر او الخصلات عشان تقدر توزع. تقدري انت مثلا تمسكي بالكليبسات عادي جدا زي ما انت شايفه كده طريقه ال2 باي 1. بنوزع خصله بخصله، وما ننساش الحرف بتاع الخصل نفسه علشان اللي هو في قلب الورقه، عشان لو نسيناه ممكن يدينا رطشه سودا، واحنا مش محتاجين كده. دايما تستخدمي المساج وما تزوديش قوي في الماده الا لما تيجي تحسي ان هي متعطشه. المهم ان الشعرايه تاخد مادة بكفايتها أو صبغة بكفايتها، وتمسجيها كويس عشان تدخلي الشعراية، تدخلي كل الصبغة في قلب الشعر. زي ما انتوا شايفين هنا ما شاء الله خلصت الشعر، وعلى فكرة ما أخدتش وقت كتير، الوقت كان مناسب جدا. وما تقلقيش الشعر مش بيفتح الاتنين مع بعض، يعني الخصل بتفتح واللون بياخد الاتنين في وقت واحد، يعني الموضوع مش صعب زي ما احنا متخيلين. الصعب هو تكوين المعادلة. لازم طبعا تفهمي يعني ايه تكوين معادلة، وتكوني ملمة بالنظري بتاع الصبغات لانه مهم جدا جدا. وطبعا مش اي الوان بتطلع، ومش اي الوان بتطلع بدون سحب لون. هنا هي عمالة تمسج من جوه لبره، يعني بتاخد الصبغة الزيادة اللي في الجذور وبتنزلها على تحت. وكنا بنقول لها ان ما نسيبش كلكعه في الصبغه عند الجذور علشان ما تخشش في قلب الخصله. واضح. بصي كمان في تركايه مهمه جدا، الخصل لما بتنفخ كده يا جماعه معناها ان خلاص بدأ توصل للون اللي احنا محتاجينه. سحب بقى 8 9 10 زي ما انت بتحبي، كل شويه تفتحي وتراقبي اللون بتاعك. طبعا الطريقه دي بتوفر عليكي جهد، وبتوفر عليكي كمان ان الشعرايه نفسها للكلاينت ما تتأذاش، يعني بمعنى ان احنا ما نعملش اللون وبعد كده نرجع نشطف وبعد كده نرجع نشتغل. اللون سحب ل9 صافي جميل، قلت لها كفايه على الشعرايه كده. والرطشه اللي حصلت دي اللي انتوا شايفينها مش هخبيها عنك، جيبي رقم 4 واعمليها على الحوض مع اكسجين 20. مفيش اجمل من كده، وتسلم ايدك يا جميله على اللون اللي انت عاملاه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بجد الخصل حلوة قوي، كمان اللون داخل في بعضه وبجد جميل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، نشير لأكبر عدد من الناس علشان الناس اللي بتشتغل والمتخصصات يستفادوا. وفي نفس الوقت قوليلي بتتابعيني منين ونفسك أعمل لك ألوان إيه، أو أعمل لكم إيه بالظبط، أو أشرح لكم إيه، ما عنديش أي مشكلة. زي ما احنا شايفين كده انا بجيب لك اللون من كل الاتجاهات بجد حلو. كمان الموديل كانت مبسوطة جدا جدا جدا، واللي عايزة تكون معانا موديل مقابل التصوير ما عنديش اي مشاكل في الكورسات، ولكن ممكن ترتدي كمامة او تظهري بوشك زي ما تحبي، احنا بنسيبك تعملي اللي انتي عايزاه. مستنيينكم، وعلى الرقم اللي موجود على البيج بتاعتنا نقدر نبعت رقم تليفوناتنا وصورة شعرنا، واحنا هنقرر الالوان اللي تنفع معاكي ونقولك تنفعي معانا موديل او لا.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى لايكات كتير كده، وإن شاء الله أعمل لكم المزيد من الفيديوهات، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي.